يلا تفاصيل. يلا تعالوا ندوق يا جماعة. شوفوا الدجاج تبارك الرحمن. ما شاء الله، اللهم بارك. طعمه خطير خطير خطير، ولو مع فول اخضر هيبقى احلى واحلى. مساء الخير، مساء الورد، مساء السعادة. هعمل معاكم مخبوز دجاج بالشبنت، الشبت يعني. بصل وثوم شوحته شوية، وهحط الدجاج، احط بهاراتي واسيبه يتشوح على كده. بالنسبة للبهارات يا جماعة، كل واحد يحط البهارات اللي هو بيرتاح فيها. انا حطيت شوية زنجبيل بودرة، شوية هيل بودرة، ملح، كمون، فلفل اسود، كركم، طبعا البخار مش مخليه. وهنا 7 بهارات، وهنا شوية شطة. يلا هضيف المية، مش هكتر مية. تسوي الدجاج بس هياخد تقريبا 45 دقيقة او 40 دقيقة، وبعدين ننشر الدجاجة ونحط الرز ونحط الشبت ونحط الفول لو موجود، ونشوف للاخر. اللهم بارك، الريحة تجنن تجنن تبارك الرحمن. احط شوية معجون طماطم، شوية صغيرين، يعني انا كان عندي بقايا في علبة معجون غسلتها وحطيتها. يلا كده استوى الدجاج تقريبا بالظبط 35 دقيقة. هشيله واحطه في الفرن، انا مش عايزة اقليه، واحط الرز والشبت. يلا شوف كده تقريبا بقالنا 25 دقيقة. انا متهيألي مش هتكمل 40 ولا 45، 10 دقايق بالظبط وابدأ اشيلها لانها داخلة في سوا خلاص. هحط مكعب واحد دجاج، احط ربطتين شبت مقطع. هنا بقى يا جماعة، في ناس بتحط الشبت المقطع ده بتحطه مع معلقة سمنة ومعلقة وحبتين توم مهروسين، والشبت ده تحمصهم كلهم مع بعض وبعدين تحطهم على المية. انا على طول استسهال عشان مفيش وقت، فحطيته وهسيبه يغلي واضيف عليه الرز على طول. هبدأ اضيف الرز واظبط الملح واظبط المية واسيبه لما يستوي. طبعا الطريقة الأصلية يا جماعة بيكون معاها الباجيلا اللي هي الفول الأخضر بتاعنا في مصر، بيتحط مع الشبت الأول وبعدين يتحط الرز، بس أنا ما عنديش فعملت بشبت بس. بالنسبة للدجاج هحط عليه سمنة واحطه في الفرن يتحمر، وكده خلصت الطبخة.